منطقة المقارحة وهي قبيلة عبد الله السنوسي، الذين يحاولون أن يهربوه إلى النيجر، ومعه مجموعة من أفراد قبيلته من الجدادفة. نعم، إذا الآن تؤكد لنا أن أحد الأشخاص الذين كانوا مع سيف الإسلام هو ابن عبد الله السنوسي، وأن الذين كانوا يحاولون تهريبه هم من قبيلة المقارحة، قبيلة عبد الله السنوسي. آخر الأخبار تقول أن الطائرة التي وصلت إلى الزنتان محاطة بجموع من الليبيين الغاضبين. هل هناك معلومات عن كيفية تأمين الحماية لسيف الإسلام حتى يصل إلى العدالة؟ نعم، ثوار الزنتان قد طمنونا بأنهم سيعملون معاملة جيدة، وفقط ستكون منطقة الزنتان منطقة عبور لمشاهدتهم من قبل ثوار الزنتان، حتى يتأكد الجميع بأن ثوار الزنتان هم من ألقى القبض عليه في تلك المنطقة، والذين كانوا يتتبعون حتى حركته في تلك المنطقة المدة الماضية، لأنه هو احتمى بقبيلة المقارحة تحديدا، الذين يقطنون منطقة قيرة الشاطئ، وهي ليست بعيدة على بن وليد. ومن تم إلقاء القبض عليها اليوم، لأن كان في حالة فرار في الواقع إلى النيجر، بعد ما أصدر رئيس النيجر مرسوم بمنح اللجوء السياسي لأخيه السعدي. نعم. هل لديك معلومات يعني عن آخر وضع وصل إليه سيف الإسلام الآن، والطائرة التي تقله في الزنتان، عما إذا كانت الحشود قد تفرقت من حول الطائرة أو أمكن الخروج بالطائرة من الزنتان إلى طرابلس؟ لا، ليس لدي معلومات دقيقة في الواقع، ولكن كما قلت لك من تطمينات من قادة الثوار الزنتان بأنهم فقط سيشاهدونه إخواننا هناك في الزنتان، وهذا يعني ما معناه أن الثوار الزنتان هم من ألقوا القبض عليه، فمعنويا يريدون أن يشاهد